مين اللي بيرن؟ الو. الدوري جاي لك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. حلقة جديدة في برنامج الكرة مع إسلام. أنا مش عارف أبدأ منين صراحة. الزمالك يفوز على بيراميدز. الزمالك بيبعد بعيدا في الدوري بالفوز على بيراميدز 1-0 من العالمي بزيرة، اللاعب اللي بيفرق بجد. ده لاعب الكرة اللي بجد اللي يعتمد عليه في الماتشات الكبيرة، بيحسم لك ماتشات وبيكسب لك ماتشات. ده لاعب الكرة اللي بجد بزيرة. تحركات بخطورة، بيمسك الكرة، بتلاقي اللعيبة كلها هجمة عليه. هو ده اللاعب اللي بيفرق في الملعب. طبعا المباراة النهاردة مباراة صعبة جدا، مباراة يعني أنا من وجهة نظري بنسبة 70% المباراة دي بتحدد الدوري من وجهة نظري. طبعا لسه في ماتشات جاية كتير، لسه في عندك انبي، ولسه عندك سيراميكا، ولسه عندك الاهلي، لسه في ماتشات جايه كتير. بس الماتش ده صعب قوي. الماتش ده يعتبر ب6 نقط، لان انت بتلاعب المنافس بتاعك بعيدا عن الاهلي طبعا. فالماتش النهارده صعب جدا، والاجواء كانت صعبه، والجماهير ما شاء الله عامله ملحمه جامده. فالماتش النهارده بيثبت ان الزمالك نادي كبير، بيثبت ان الزمالك فعلا هو رقم واحد في مصر حاليا وافريقيا، مش في مصر بس، بلاعيبته. مش هتكلم على فنيات بقى، مش هتكلم على اي حاجه. الماتش ده ماتش الرجاله، ماتش لا، اللعيبه اللي عندها روح، اللي عندها حميه في الملعب، اللي عندها دم، اللي بتجري لاخر دقيقه مش مبطله. هي دي لعيبه نادي الزمالك، هي دي رجاله نادي الزمالك. اللعيبه الرجاله اللي من اول الماتش لاخره ما وقفوش. اللي بص، الماتش ده فعلا كان ماتش صعب جدا جدا جدا، وكان التعادل كان هيبوظ الدنيا، هيبوظ الدنيا خالص. الحمد لله الزمالك قدر يكسب ماتش صعب وقدر يعدي الماتش دوت. لسه عنده ماتشات صعبة كتير، لكن بفضل ربنا، بفضل جمهور نادي الزمالك ثم معتمد جمال وبزيرة واللاعيبة الرجالة. معتمد جمال بصراحة، ايه يا راجل ده؟ ايه الحلاوة والعظمة والطعامة والجمال ده؟ اقسم بالله فعلا مدرب، راجل مدرب عارف ميزة اللعيبة، عارف ميزة كل لعيب. هو مسيطر على اوضه اللبس، وديت هي اللي مميزاه في نادي الزمالك. سيبك من فنيات وسيبك من كل الكلام ده. هي شخصيته، شخصيه كابتن معتمد جمال هي اللي منجحاه في نادي الزمالك. هتقول لي مش عارف ايه، هتقول لي فنيات، اصل بيلعب مش عارف ايه، كان المفروض يطلع هو راجل المباراه كابتن معتمد جمال. طبعا هو والجماهير واللعيبه، لكن انا من وجهه نظري كابتن معتمد جمال. ليه؟ انت التغيير اللي غيرتها بتاعت شيكو بنزا دي قلبت الماتش. هي دي اللي بوظت الدنيا، دي اللي من الاخر كركبت الدنيا. الولا شيكو عيل حريف، هو مش حريف بصراحة، بس لما نزل هو لعيب مساحات. شيكو بنزا ده لعيب مساحات، اديله الكرة في مساحة هتلاقيه. انما ضيع طبعا انفراد. آه لعبها له برضه بزيرة، لكن شاطها في الشناوي ويضيع. بس النهارده الواحد والله مش عارف يتكلم على فنيات، لان بصراحة الماتش آه كان الى حد ما بداية من الدقيقة 65 بدأ الماتش يشعل اكتر. بدا الماتش، بدا لعيبه الزمالك تدخل في المباراه، بدات لعيبه الزمالك بجد تبدا انها عايزه تفوز بالماتش. بدا ضغط كبير جدا من اللعيبه. دي بقى بيثبت اهميه جمهور نادي الزمالك اللي ما بطلش هتاف.
اللي كان بيقول لك بالدم بيروح الدوري مش هيروح، هو ده جمهور نادي الزمالك. هي دي العظمه بتاعت جمهور نادي الزمالك، والعظمه اللي طبعا لوحده. لكن ماتش النهارده ماتش مهم. ماتش مهما الواحد اتكلم في اهميته مش هيقدر يقول حاجه عليه. بتلاعب المنافس بتاعك اللي هو يعتبر دلوقتي انت بتبعد بتبعد عن الزمالك، عن بيراميدز والاهلي 5 نقط وخمس نقط، انت لوحدك فوق. قاعد فوق يا باشا، محدش معاك. هم تحت بقى الماتش الجاي. اللي يلعبوا مع بعض بقى ربنا يصلح حالهم بقى. طبعا من وجهة نظري اتمنى التعادل. التعادل بقى ده فرق 7 وده فرق 7، يدوا لك الدوري. بيفرشوا لك للدوري، بيقول لك خد، بيقول لك صباح الفل عليك يا باشا، واحلى دوري على عيونك. هو ده. لكن فوز النهارده ده لو ما كانش حصل، كانت المباراة كان بقى الدنيا باظت. كان زمان دلوقتي فرق، بدل ما يبقى 5، كان فرق بينك وبين الأهلي 3. وكان زمان بيراميدز دلوقتي كنت انت هتبقى 47 وبيراميدز 45، يعني فرق نقطتين. كانت الدنيا هتبعد، لكن دلوقتي فرقت، بعدت عن الترتيب. بقيت الأول بفارق 5 نقاط عن الأهلي وعن بيراميدز. صراحة الماتش خلي الواحد فرحان، خلي الواحد مبسوط. ماتش مهم. هنبدأ معاكم تشكيل نادي الزمالك. كابتن معتمد الجمال النهارده طبعا بإصابة بنتايج هي اللي خلته ينزل محمد إسماعيل في نص الملعب. نبتدي في حراسة المرمى الكابتن مهدي سليمان، ولعب في خط الظهر الونش وحسام عبد المجيد، ناحية اليمين عمر جابر، ناحية الشمال أحمد فتوح. نص الملعب كان عندك محمد شحاتة ومحمد إسماعيل، قدامهم عبد الله السعيد، ناحية اليمين بزيرة، ناحية الشمال عدي الدباغ، وفي الأمام ناصر منسي. طبعا طبعا كابتن معتمد جمال نظرا ان بنتايج اتصاب، فهو اضطر ان هو ينزل محمد اسماعيل. طبعا بداية المباراة الجمهور كان حاجة تفرح جدا. الجمهور ما يعرفش معنى الاستسلام، جمهور الزمالك ما يعرفش معنى الاستسلام. كاتبين شعار البطولة هاتوها. هم عارفين قيمة البطولة، عارفين قيمة الماتش، نازلين اللعيبة نازلة ومركزة مع الجمهور، مركزة مع الهتافات. لما تكون بتلعب وحواليك كل الكم من الجمهور العظيم دوت، لازم تأدي كل ما عندك، لازم تجيب كل حاجة، لازم تلعب بحمية ودم وروح، بعيدا عن فنيات. احنا عايزين 11 راجل في الملعب، وده اللي كان موجود النهارده. في ماتشات بتبقى عايز فيها رجالة في الملعب، مش لاعيبة كورة فنيات والكلام الفاضي ده. الماتش ده لاعبي الرجالة. الكام ماتش اللي جاي ده هو ماتشات الرجالة، مش لعيبة الحريفة. والكلام ده طبعا مهم، لكن محتاجة روح، محتاجة قلب، ومحتاجة عزيمة. طبعا الزمالك بدأ الماتش ما كانش، طبعا قلنا ما كانش المفروض برضه يبدأ بإسماعيل، لكن هو كابتن معتمد جمال بدأ بيه. وكان واضح من بداية الماتش إن الكابتن أو إن الزمالك سايب الاستحواذ لبيراميدز. في الدقيقة 5 أول كرة خطيرة لبزيرة، اتلعبت عرضية من العالمي بزيرة، لكن تضيع بغرابة من ناصر منسي. لو كانت إجت الكرة دي كانت الماتش فرق جدا جدا. في بداية الماتش كان الزمالك هيبدأ بالتهديف، كان الماتش هيتفتح أكتر. بيراميدز هيسيب المساحات وراه زي ما شفناها في الشوط الثاني. الزمالك طبعا في الدقيقة 8 كان بيهجم بشراسة لحد ما الدقيقة 12 بيراميدز بيعمل تبديل اضطراري بخروج أسامة جلال الإصابة، وينزل مكانه محمود مرعي. الدقيقة 16 بقى بدأ الزمالك يعني في نص الملعب، وده اللي قلناه بسبب محمد إسماعيل. كان المفروض على الأقل لو مش تبدأ بمحمد إسماعيل، قصدي لو هتبدأ بمحمد إسماعيل كنت تطلعه وتنزل مكانه أحمد ربيع أو محمد السيد اللي أنت نزلته. لكن من وجهة نظر محمد إسماعيل كان وحش النهارده في نص الملعب، بأداء سيء جدا. وهو أصلا مش نص ملعب، هو محمد إسماعيل مدافع كويس، لكن مش نص الملعب، مش هو اللاعب اللي يعمل لك فارق في نص الملعب.
طبعا نيجي بعد كده الدقيقة 24، كان اللعيبة بتضرب في بزيرة ضرب غريب، مش عارف الحكم، وتدخلات عنيفة لحد دقيقة 26، تدخلات عنيفة جدا. كان ولحد أحمد سامي ياخد إنذار، طبعا مش هيلعب ماتش الأهلي بسبب الإنذار ده، لأنه كده حصل على 3. الدقيقة 29 كان في اختراق من بزيرة. بعد كده الماتش طبعا اتكهرب جامد. بدأت الإثارة في الدقيقة 35، بدأ الماتش يشد شوية، تسديدات وكده، لكن قلنا في الدقيقة 40 كان لازم إسماعيل يطلع. كابتن معتمد جمال سابه لحد الدقيقة، لحد نهاية الشوط الأولاني، وطبعا طلعه. وخروج بداية الشوط الثاني، خروج محمد إسماعيل ونزول محمد السيد. اللي هو لما نزل محمد السيد بدأ يفرق في نص ملعب نادي الزمالك. بدأ الزمالك إلى حد ما يمسك كورة، بدأ يتنقل بالكورة، بدأ يلعب شوية، لكن محمد إسماعيل ما كانش بيلعب لقدام. حلاوة محمد السيد إن هو بيلعب لقدام على طول، فهو لعيب حريف شويه، فده بيدي افضليه لنص الملعب دايما، عكس لما يكون لاعب شبه محمد اسماعيل يستلم الكوره بيرجعها، يستلم الكوره يلعبها بالعرض، يستلم الكوره يلعبها مش عارف إيه. انما محمد السيد محمد السيد بيلعب كوره رجل الرجل، لاعب كويس مهاري. الشوط الثاني الزمالك بدأ ضاغط، وبيراميدز بدأ يستحوذ على المباراة. طبعا الدقيقة 52 تدخل بالخطأ من فيستون مايلي على قطة، اللي بنتمنى له الشفاء طبعا، وإصابة خطيرة ويغادر المباراة، وينزل مكانه يوسف اوباما في الدقيقه 54 طبعا. طبعا في الدقيقه 59 كان الحكم المفروض يدي انذار، لان اللاعب اللي دخل على بزيرة بصراحه بيدخلوا دخلات غريبه وعنيفه على بزيرة بالذات، لان هو طبعا لاعب حريف، هو ده اللي بيمسك الكره، الكل بيخاف منه، هو بزيرة. طبعا انا من وجهه نظري في الماتش ده الونش هايل، هايل من نجوم المباراه. الونش النهارده هايل، هايل، قطع ميه ونور على فيست المايل وعلى كل المهاجمين بصراحه النهارده، هايل الونش. و... وطبعا معتمد جمال يعني وجهة نظره طلعت صح، ان هو يبدأ ب... ب... بالونش. كان ممكن طبيعي يبدأ بمحمد اسماعيل وحسام عبد المجيد، خصوصا ان هم اصلا بيلعبوا الفترة اللي فاتت جنب بعض على طول، ويطلع الونش خالص وينزل مكان ينزل مكانه مثلا محمد السيد. لكن هو آه... فكره جابه ان هو يلعب بالونش في الدفاع ويلعب بمحمد اسماعيل، اللي كان وحش الى حد ما. لكن في الدقيقة 64 كان في حذر من الفريقين. الزمالك بدأ في الدقيقة 68 أو من الدقيقة 65 بالظبط، الزمالك بدأ، أو المباراة بدأت تروح لشكل تاني وتتلعب بمنظر تاني خالص. الزمالك بدأ يلعب والمساحات بدأت تبان، وزي ما قلنا كان فيها هجمات خطيرة، لكن الونش كان بيتصدر ليها كويس. وطبعا الدقيقة 71 الجمهور بيهتف الدم بالدم بالروح، الدوري مش هيروح. هو ده شعار نادي الزمالك في الدوري في افريقيا. في افريقيا شعار بالدم بالروح، افريقيا مش هتروح. وفي الدوري ايضا الدم بالروح، الدوري مش هيروح. الدقيقة 71 الزمالك ضغط بكل قوة. الزمالك كان فعلا، هو الزمالك كسب الماتش عشان هو اشرس، كان هو اللي عايز يكسب الماتش، هو اللي ضاغط جامد، هو اللي بيحاول في كل كورة بالحمية وبالرجولة. عشان كده ربنا كافئ لعيبة الزمالك وجمهور نادي الزمالك والكابتن معتمد جمال، وقدروا النهارده يكسبوا المباراة. عمر جابر في الدقيقة 73 باع نفسه بكرة غريبة لناصر ماهر، ولعبد الله السعيد عمل فاول تكتيكي كان ممكن يتسبب في كرة خطيرة جدا، كان ممكن تدخل الهدف في الزمالك عادي، لكن الحمد لله ربنا ستر. في الدقيقة 75 بالثلاثة المدرب يوروشيتش بيطلع زلاكا وناصر ماهر وفيستون مايلي، وبينزل الفخوري ومروان حمدي ووليد الكارتي. الدقيقة بقى
وفي نفس الوقت الكابتن معتمد جمال بينزل الشيكو بنزا ويطلع عدي الدباح. شيكو بنزا ده يا جماعة أقسم بالله لعيب غريب، لعيب مش بتفهملوش حاجة. ما تعرفش تقيمه. يعني أنت النهاردة ممكن نقول اديله 10 من 10 مثلا، أو 9 من 10. الماتش اللي بعديه ممكن تديله صفر عادي. لعيب مش مضمون، لعيب متعرفش هو حلو ولا وحش. بس أنا من وجهة نظري اللاعب ده اديله في مساحات أقسم بالله مع شوية تطوير هيبقى أعلى جناح في الدوري. شيكو بنز هو بس محتاج يتطور هجوميا، يتطور على الفينش قدام ازاي يقدر ينهي الكرات اللي بتجيله، لانه جات له انفراد في الدقيقة 77 كان ممكن يخلص بقى الماتش، لكن الشناوي ضيعها. طبعا في الدقيقة 83 من انطلاقة من بسيرة، من انطلاقة آسف من شيكو بنزا اللي كلفت الزبون، يعني عداها كده من فوقيه بمعلمة ويديها الكرة من اسيست عالمي للعالمي بزيرة، اللي بيسكت ناس كتير قوي، اللي بص اللي بصراحة ده اللاعب اللي فارق جدا مع نادي الزمالك. خلاص بزيرة بقى هو الفتى الأول بتاع الزمالك أو الفتى الذهبي بتاع الزمالك، هو ده خلاص. بقى بيحسم لك ماتشات في أفريقيا، بيحسم لك ماتشات في الدوري، بيقدر إن هو أي ماتش مكهرب يحلوا لك بجول بأسيست بأي حاجة. لكن بزيرة بصراحة أحسن صفقة دخلت الزمالك الموسم ده، أحسن صفقة من أحسن الصفقات اللي دخلت الزمالك. الدقيقة 88 خروج أحمد، خروج عبد الله السعيد ونزول أحمد ربيع. طبعا الدقيقة 92 شيكابنزا بيسجل هدف لكن يتحسب تسلل. نيجي بعد كده الدقيقة 93 كابتن معتمد جمال بينزل أحمد شريف ويطلع ناصر منسي. بعد كده المباراة بدأت حاجات بسيطة لحد ما تنتهي. يعني من نشاط كده جت كرة في الآخر، جت في شيكو بنزا في وشه، يقول لك ضربة جزاء. يورجيتش اللي عامل لي شبه تحس ان هو متكهرب طول الماتش، عامل كده، عامل كده، مش عارف مجنون ده ولا ايه. فما كنتش تفهم له حاجه بصراحه. لكن لعيبه الزمالك الرجاله، لعيبه الزمالك الابطال هم اللي فرقوا النهارده. انا مش هقيم النهارده لعيبه نادي الزمالك بصراحه. يعني الماتش ده اللعيبه كلها رجاله، هو بس اللي ما كانش مركز قوي هو محمد اسماعيل. اللعيبه كلها مركزه. آه طبعا الفوز بيغطي على كل حاجه، طبعا الفوز بيغطي على كل حاجه. طب لو كنا خسرنا وتعادلنا كنت هنتقد واعمل، بس الفوز مع الحميه والرجوله بيضيع اي حاجه. يعني انت ممكن تفوز عادي من غير ما يعني كوره كده غلطه ملعوبه ضربه جزاء بتاع، لكن شفناه النهارده بالرجوله ديت الزمالك كان يستحق المباراه، الزمالك يستحق الفوز. مبروك لجماهير نادي الزمالك، مبروك 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 لكابتن معتمد جمال. والدوري ده دوري كابتن محمد صبري ربنا يرحمه. هو الدوري ده هيبقى هو طبعا امتع دوري اتلعب من زمان بسبب المنافسه لحد اخر الجولات. نتمنى طبعا التوفيق لنادي الزمالك في الماتشات الجايه. عنده الماتش الجاي ماتش صعب جدا 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 جدا، ماتش انبي فريق رخم، فريق مش سهل. يعني انت الزمالك ممكن يكسب بيراميدز وتعادل مع انبي او يخسر من انبي عادي جدا، ملوش كتالوج. لكن ان شاء الله الزمالك يقدر يفوز الماتش الجاي. وعندنا ماتش بيراميدز والاهلي، ان شاء الله تبقى نتيجه في صالح نادي الزمالك. اتمنى ما كنتش طولت عليكم. ان شاء الله انتظروني في حلقات جايه كتير. مستني دعمكم ان شاء الله. ما تنسونيش باللايك والشير والسبسكرايب، وانتظروني فيديوهات جايه كتير ان شاء الله. سلام.